لي كده ليه؟ ازيكم يا جماعة؟ النهاردة أنا في حتة بحبها جدا، من عند شركة أنا بعتز بيها. بس يا جماعة، أنا من الآخر كده حد يقول لهم إن أنا ما خدتش فلوس، فبعد إذنكم حد يقول لهم أنا عايز فلوس عشان أنا مش واخد فلوس خالص. ودي فلوج هدية مني اليوم. تعالوا نبص. امتنان. امتنان عشرة من زمان، وفعلا هي عشرة من زمان. تعالوا نشوف عندهم ايه الاضافات اللي هم حطوها. عندهم جابوا ملح الهيمالايا الخشن، وده مفيد لمرضى الضغط لانه قليل الصوديوم. ثانيا مفيد جدا لانه غني بالمغنيسيوم والبوتاسيوم، فمفيد جدا للناس اللي عندها نقص في الاملاح دي. عندهم منهم الملح الخشن والملح الناعم. الملح ده يا جماعه مفيد جدا لانه بيسحب الطاقه السلبيه من الجسم لو حطيناه في ميه وملح وحطينا فيه رجلينا كل يوم. كمان ده شكل الملح يا جماعة عشان ما حدش يتلخبط ما بينهم. الملح ده مفيد جدًا للناس اللي عندها ضغط والناس اللي بتعمل دايت، لإنه ما بيحبسش المَيّة في الجسم. تعالوا نبُص بقى على بقية الحبوب الكاملة اللي بتنفع للدايت وبتنفع الناس اللي ماشية على نظام غذائي. أولًا عندهم الشعير، عندهم الشعير الحبة الكاملة، والشعير ده أورجانيك، وده بينفع مكان الرز لو أنت مش عايز تاكل رز خلاص تاني. ثانيًا كمان عندهم شوية حاجات تانية تعالوا نبُص عليها كده. عندهم الرز البني، وده رز جميل جدًا لإنه بالقشرة بتاعته، فمفيد لإنه مليان بالfibers، واللي حابب يعمل دايت ممكن ياكل منه عادي. كمان عندهم في الكينوا، وكمان عندهم الرز البني أهو تاني. كمان بقى نبُص على أنواع الخل وأنواع الزيوت، عندهم كل أنواع الزيوت اللي تتخيلوها، كلها زيوت صحية أورجانيك تقدروا تستخدموها، وما تروحوش تشتروا مستورد لإن كل حاجة فعلًا بقت عندنا. ده زيت جوز الهند، وده زيت غني جدًا بالبروتينات، ده غير إنه قليل الدهون جدًا. نيجي بقى لأنواع الخل وأنواع الزيوت التانية. عندهم زيت بذر الكتان اللي جميل أوي على الفول الصبح، وعندهم كمان أنواع زيوت تانية. نيجي بقى الحاجات اللي أنا باحبها، جنين القمح، وده ينفع للناس الأمهات اللي عايزة تدّي نظام بروتيني عالي لأولادها. هنا عندهم الكينوا البيضا، وكمان عندهم الملح المُعلّب لو أنت مش عايز تشتري ملح سايب من عندهم. طبعًا كل الحاجات دي أسعار تنافسية يا جماعة بالنسبة للحاجات اللي إحنا بنشوفها برّه. حبايبي بقى عشاق الرياضة، جِبت لكم البروتين الصويا المعزول الisolated، وده مفيد جدًا للناس اللي بتروح الgym. كمان مفيد كمان للبنات اللي عندهم مشاكل في الدورة الشهرية ومشاكل في الطمس، هيفيدهم كتير جدًا، لإن ده معمول من بروتين الصويا، وبروتين الصويا معروف إن هو مليان بالهرمون الأستروجين. الجميل يا جماعة في البروتين ده إنه فعلًا جواه الscoop زيه زي الwhey protein. كمان ممكن نخلطه مع أنواع العسل المختلفة عشان يبقى مستساغ طعمه، ده غير إن هو لوحده أساسًا طعمه حلو. سعره تقريبًا 93 جنيه. ممكن نضيف عليه كمان جنين القمح، وساعتها هيكون protein shake عالي جدًا بالبروتين بتاعك، وتقدر تاخد منه كفايتك من البروتين. يا جماعة عندهم أنواع عسل رهيبة جدًا، تقدروا تختاروا من مختلف أنواع العسل عندهم. وفي كمان الجميل عندهم إن أنت تقدر تدوق. كمان إن أنت في عندهم دكتور بيطري بيكون معاك، بيقدر يشرح لك لو أنت عندك حاجة صحية معيّنة أو مشكلة صحية معيّنة، إن أنت تختار أنواع العسل أو أنواع التغذية اللي أنت عايزها، وممكن يشرح لك نظام غذائي كامل كمان من عنده. بس أنا كنت عايز أعرف، هو الراجل ده ليه بيبُص لي كده؟ أنا ما عملتش حاجة. سلام.